والسلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ طبعا يا جماعه النهارده هنلعب لعبه اف تي اس 2023. وهنا يا جماعه هنلعب اللعبه طبعا معاكم، بس متنسوش تعملوا لايك واشتراك. فالنهارده احنا بنلعب مود بنجر مود. طبعا انا اسيب لكم شرح تنزيل اللعبه. فدلوقتي هنا جيم مودز. هنا بقى يا جماعه لو حابين تلعبوا الكاب يعني الكاس او الدوريات كده، يعني بطولة زي كاس مصر كاس وموجودة كل الفرق الموجودة زي مصر وكله. هنا طبعا هوريكم كل الأندية. هنا زي ما انتم شايفين بورنموث وأرسنال وأستون فيلا وبرنتفورد وتشيلسي وكريستال بالاس وإيفرتون وفولهام ليدز وليستر سيتي والليفربول سيتي واليونايتد. كل حاجة موجودة، لكن كل شيء موجود حتى الدوري المصري، الاهلي واسوان والبنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا والداخليه والاتحاد السكندري طبعا والمصري والمقاولون العرب وفيوتشر وانبي وغزل المحله والزمالك. مش عارف الزمالك اللي واقف تحت. المهم طبعا يا جماعه دلوقتي احنا عايزه اوريكم دلوقتي ان انا دي فرقتي، لكن انا بلعب بمنجر مود، يعني مود القائد. فطبعا دي التشكيلة، وانا طبعا عملت انتقالات امام عاشور وزيزو وكده. طبعا دلوقتي هنلعب اول مباريات داخلين دلوقتي اهو، ولكن هنا احنا هوريكم حالا احنا في المركز الكام. احنا يعتبر في المركز الثالث لان الدوري صعب جدا. احنا في المركز الثالث. اولا الفريق الاولاني معرفش هو كان صاعد اوسكا، تاني بيراميدز، واحنا الاهلي، والرابع بيراميدز، قصدي الرابع الزمالك معلش. فدلوقتي يلا بينا هنخش اول مباريات ونلعب الاهلي ضد سيراميكا. طبعا سيراميكا عادي جدا. طبعا يا جماعه انا عايز اعرفكم حاجه. هنا لما بتيجوا تضغطوا يعني تجيب يعني اون تايم سبورت اللي هي دي، تقوموا بتضغطوا على القنوات الناقله، وهنا بقى موجود عندكم كل حاجه تختار. بخش على القنوات الناقله لحظه كده. هنا بتبقى موجوده. هنا بقوم ضاغط هنا، بقوم ضاغط على القنوات الناقله، بقوم ضاغط على اون تايم سبورت. هتلاقي كله متفعلين، اقفل كله وشغل اون تايم سبورت. تمام. عندك الكاس 1 وعندك اس لحظة انا بس البتاع لخبط. هنا عندك اهو الكاس زي ما انتم شايفين، وعندي اس سي سبورت اللي بتزعل النصر السعودي والهلال طبعا، والكيس سبورت والبي ان سبورت القطري. كل شيء موجود، يعني في دوريات وكده، قنوات كده وقنوات كده. طبعا لما بقى لوحة نتائج الدوريات نخش زي الدوري الألماني، الدوري الإنجليزي، الدوري المصري، الدوري الإيطالي، الدوري الفرنسي، الدوري الأسباني. يعني كل شيء موجود هنا في اللعبة، اي ما تحتاجه هتلاقي هنا. طبعا الدوري الاسباني عشان اوكرانيا فهي يعني لسه 2022. اما هنا بقى هتلاقي كاس العالم، وهتلاقي الدوري الهولندي والدوري الاوروبي والتشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا. كل شيء موجود. طبعا احنا مش هنحتاج غير الدوري ونخش الدوري المصري طبعا دلوقتي اهو، وهنبدأ نلعب بكل سهولة. فطبعا اهو داخلين هننزل نلعب. فسيبكوا دلوقتي يا جماعة تستمتعوا باللعب علشان تتفرجوا براحتكم وتشوفوا اداء اللعب واللعبة عاملة ازاي. فيلا يا جماعة اسيبكم وارجع لكم تاني علشان تستمتعوا باللعبة وتشوفوا. انا معايا يعني اللي يستغرب ان ديبالا ودي بروين وكده، فعلشان يعني انا منجر مود وكده، فلاعب فارس وفاشوبير ورامزدا وعلي معلول وعبد المنعم، كل حاجة موجود. فهسيبكم اتفرجوا وهرجع لكم تاني. يلا السلام عليكم.
جماعة نقف هنا عشان ما اطولش عليكم، وابقى الشوط التاني ان شاء الله هرجعكم في الجزء ده. متنساش تعمل لايك واشتراك. يلا السلام عليكم.